السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل متابعين في الدنيا، كل عام وأنتم بخير. النهاردة كده هنوريكم بقى طبعا البسلة اللي جمعناها من الأرض. النهاردة هنوريكم بقى طريقة تخزينها على الطريقة بتاعتنا احنا. طبعا أول حاجة البسلة كده بنفصصها كده. طبعا منظر بسلة خضراء وجميلة، وطبعا هي سكرية. أول حاجة بنغسلها كويس جدا من أي رمل ومن أي حاجة فيها. طبعا بعد ما غسلناها كويس كده وحطيناها في المصفى الصفا، عندنا كمية زيت بسيطة خالص. فهنديها التشويحة الجميلة ديت مع شوية توابل كده، تديها ريحة ونكهة جميلة جدا. طبعا البسلة ديت لو الواحد سابها من السنة للسنة ما فيش اي تغيير في الطعم. وطبعا بديها شوية توابل كده من عندي كده مع التشويحة، يا دوبك كده لونها بيغير كده، ما اداش تشويحة اللي هي تستوي، يعني حاجة بسيطة خالص. وطبعا انا جربت طرق كتيرة، بس افضل طريقة فيهم في تخزين البسلة وطعمها ما بيغيرش طول السنة هي الطريقة ديت، تشويحة خفيفة كده مع شوية توابل. وطبعا اول ما بتاخد اللون الاخضر الجميل ده معايا كده، يا دوبكش بس كده حاجات يعني ما يكملش دقيقتين. طبعا ساعة ما تاخد اللون الاخضر كله معايا كده كده خلاص، هي كده ما عادش عايزه حاجه اكتر من كده عشان ما تستويش معايا برضو، لان السكريات بتستوي على ريحه نار ما شاء الله عليها. فطبعا كده ايه، احطها في المصفى الصفا اي سوائل نازله منها، وطبعا مع التقليب المستمر عشان ما تقلبش لونها معايا، يفضل اللون الاخضر الجميل. وطبعا دي السوائل اللي نازله منها. عندي هنا بقى صينيه نظيفه كده، وطبعا افردها عشان لو فضلت على بعضها كده هتغير لونها، وانا عايزه لازم احتفظ باللون الاخضر الجميل ده. زي ما انتوا شايفين كده فرطها كده كويس. طبعا الاضاءة مش واضحة كويس عشان احنا بالليل بس. طبعا منظرها جميل جدا. وطبعا ايه، حباية البسلة مستوتش، يعني عطيها بس تشويحة، يعني حاجة بسيطة خالص. الحباية جامدة زي ما هي، القشرة بس اللي بتقشر كده لما نتك عليها. طبعا اسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده نبدأ نعبيها في الاكياس. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.